يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم، شلونكم صبايا؟ شلون صحتكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. خلينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. هلا هون مثل ما شايفين يا صبايا، هون رح نعمل انا وامي بيتزا ورح نطلع مشوار حلو. هلا هون عندي 5 كاسات طحين ونص طحين وخميرة وكمبودر وزيت نص كاسة ومعلقة سكر ومعلقتين زبدة ومعلقة ملح. وهلا هون رح نبلش نحط المكونات. بتمنى منكم إذا فيديوهاتي عم نالوا إعجابكم ما تنسوا تشاركوهم مع رفقاتكم أخواتكم عشان تكبر عائلتنا. بتمنى كلياتكم تشتركولي بالقناة. بتشكركم كلياتكم من قلبي اللي اشترك لي بالقناة وكتب لي كومنت حلو. بتشكركم كلياتكم من قلبي. ان شاء الله عم بتشوفوا الفيديوهات الستوري، ان شاء الله عم بيعجبوكم. اكتبوا لي هناك كومنتات عشان عارف عم بتشاهدوهم يا صبايا. وهنيك عملت لكم اشي كنافة يا صبايا، طلعت كتير طيبة. انتوا روحوا جربوها ما رح تندموا يا صبايا، كتير طلعت طيبة. لو احسن كلياتكم ادوقكم اياها لدوقتكم اياها يا صبايا. انتوا روحوا شوفوا هنيك الطريقات واكتبوا لي كومنتات اذا بدكم طريقات حلو انا عاملة معكم يا صبايا. اكتبوا لي انتوا هنيك كومنتات عشان اشوفهم. وهلا هون رح نبلش بقى بالعجينة. وعندي مثل قلتلكم 5 كاسات ونص طحين. وفي ناس انا بستعمل زيت دوار الشمس، وفي ناس بيحطوا له الزيت الحلو، وفي ناس كمان بيحطوا له بيضة. انا بحط هدول الاغراض. كمان جربوها هاي الطريقة تطلع كتير طيبة يا صبايا، والعجينة بتطلع كتير طرية، يعني كتير كويسة بتطلع قلبهاش. وهلا هون عندي معلقة الملح رح احطها ومعلقة السكر مثل قلتلكم وكمبودر والخميرة وراح اخلطهم مع بعضها. بعدين راح احط لها المي دافية وعجنهم بقى يا صبايا. وهلا هون راح نحط الخميرة مثل قلتلكم يا صبايا مي دافية وبتاكل نص ساعة او ساعة. هلا انا عندي الجو شوب اكلت معي نص ساعة لما تختمرت. هلا راح احط لها المي وعجنة كلياتها مي دافية مثل قلتلكم. راح عجنة كلياتها. بعد ما عجنت اللم كلياتها مع بعضها راح احط معلقتين زبدة ومثل قلتلكم الزيت. هلا هيك راح عجنة كلهم مع بعضها وبعدين نحط لها الزبدة والزيت يا صبايا. وهلا هون لميت التم كلياتها مع بعضها. بعدين راح نضيف لها الزيت والزبدة لتصير كلها بعد ما تلتم من ايدي هيك. بعد ما التمت من ايدي وراح اضيف لها الزيت والزبدة كمان راح ارجع عجنه. وبعدين بهالقوام لتصير وعايفة تختمر يا صبايا. وراح ألفها بستريتش. هلا هون راح نحط بقى نسوي الصلصة. هلا عندي قرن فلفلة حمرا وقرنين فلفلة خضرا وأربع بندورة وبصلتين لكبر لصغار وعندي 5 سنون توم خيس للخضرة كلياتها. وهلا راح أقسمها وأحطها بالخلاط. بعد ما أحطها بالخلاط راح أضيف نص كاسة مي وعايفة ينخلطوا مع بعضهم. وبعدين راح أحطهم على النار. وعندي نص كيلو لحمة راح أحطه كمان على النار. وبعدين لما تتخمر العجينة راح نسوي بقى نجهز الخضرة اللي تنحط على الوجه. راح نبشر الجبنة ونحط نفرم الخضرة على الوجه. وللصلصة بنحط لها أوريجانو. أنا عندي كمون متوفر حطيت لها بس حبة بركة. إيش ما كان ناقصها للأكل إذا داخلين على المطبخ بحب ونفسيتكم مرتاحة
تطلع معكم الأكل كتير طيبة. أهم شي يكون المطبخ مرتب ونفسيتكم مرتاحة. إيش ما كانت الأكلة ناقصها غراب تطلع معكم طيبة. هون عندي نص كاسة زيت ومعلقة دبس فليفلة، راح أخليه هيك يتخربطوا كلياتهم مع بعضها. بعدين راح أضيف له الصلصة السويناها. راح أحط هلا اللحمة على النار كمان عشان تصير مع الصلصة. وهلا هون راح أقسم بقى الخضرة اللي أحط على الوجه، بندورة وفليفلة. راح أسمر رقاق بكر رقاق، وراح أقسم كمان البندورة بكر رقاق. وعندي عطور راح أزين فيه على الوجه، وراح نبشر الجبنة، وراح نحط على الوجه حبة بركة. هلا هون عندي صارت الصلصة بلشت تستوي، حطيت لها حبة بركة معلقتين، واللحمة حطيت لها ملح وبهار. هون بلشت أبشر الجبنة، هاي كتير كويسة نجيبها من لأيو زبير عنا هون بتركيا. هون راح أبشرها كلياتها، بعدين راح نبلش بقى بالبيتزا. وهلا هون بعد ما خلصت بشر الجبنة راح أبلش بقى بالعجينة. وراح أسوي أنا 3 صواني، راح أسوي صينيتين باللحمة وصينية بالمرتديلا. أني أخوي نباتي ما بحبها باللحمة، سويت له بالمرتديلا بحبها. هلا هون راح أقطع ل3 كور، وراح أمدها وسط، ما يكون سميكة كتير ولا ريا، وسط. وراح أحط بصحن البيركس معلقتين زيت حلو، وراح أدهنهم كلهم على الزوايا هيك. بعد ما أدهنهم وراح أمدها هيك كلها على مستويات بعضها. راح تشكها بالشوكة عشان يطلع منها الهواء. هلا هون بعد ما صارت عنا الصلصة، وقيمولي الصلصة شلون، عطوني رأيكم بالصلصة، مهم رأيكم، اكتبولي بالكومنتات. راح احطلها اللحمة والجبنة والفليفلة والبندورة والعطون والحبة البركة. عطوني رأيكم، والله شي بشهي، أبوي كتير عجبته يا عيني. وهلا هون بعد ما حطيناه بالفرن، هون البيتزا طلعت من الفرن. عطوني رأيكم بالكومنتات طراوة العجينة. وهون أجا أبوي من الشغل، حطينا له الأكل، الله يديم علينا نعمة ويحفظه من الزوال. هون مثل قلتلكم أول فيديو رح نطلع مشوار حلو. هون أخدنا هدول صينيتين بيتزا وطلعنا مشوار حلو. هون رايحين على البحر، شوفولي على المناظر. هنيك في ساحة بحسنوا يلعبوا بسليك بطناج دراجة. هنيك اخواتي اخدوا معهم بسليك وبطناج ودراجة رح يلعبوا هني. واخدنا معنا فواكه وبزريات والبيتزا. وهنيك ابوي كمان رح يصطاد. لهون بيكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. لا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.